السلام عليكم، اهلا وسهلا. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. المهم انا غدا لدار جدي مشكله ولفا نمشي ديريكت في الطوموبيل تاع الدار. دابا مكايناش ونصحوني شي وحدين باش نختصر واحد الطريق. كتجي مختصره على الطريق اللي كيمشيو فيها صحاب الطوموبيلات. انا ما عرفتهاش، المهم دايره بحال العمى في الظلمه. الناس كيكونوا غاديين في الجبل كيلبسوا لي بوط. انا وصلت هنا حيت لي بوط ولبست الصنداله لكن واسع النظر. غدا مهم كيبان لي هنا ذا خط اللي يديك لا يخليك مدرمه. خصني المهم كنعرف غير الدار فين جات، غادي نمشي نيشان نقطع في الاتجاه، نطيح في الشعبان نطيح في الواد نطيح ماشي مشكل. ما عرفتش منين كيدوزو. المهم رحله اكتشافيه استكشافيه جديده. كنعرف بزاف ديال الطرقان ولكن هذه ما كنعرفهاش. كنعرف باش نجي مثلا من هذاك الجبل راه من هذاك الجبل غادي نجي، ولكن دابا ما جيتش فيها. جبنا ديك الدوره بالطوموبيل هكا كدور الجبل كاملين حتى لهذا. انا نازله ايوا. المهم بعدا يمكن ما كيخلص ما كاينش الحلوف. غادي نوصل سالمه، غير هي الى طحت غنوصل وصل القاع ديال ديك الشعبه. يلا يا شداني قالوا لي هذه طريق مختصره. فين الله ودي فين نرمي رجلي؟ كيقولوا طريق السلامه واخا بعيده. ايوا انا ما درتش بالمثل، عاوتاني بغيت نشوف نختزل الطريق. اوبا بدا كيبان لي بصيص امل. المهم انا غنمشي نوصل حتى لهاد البلاصه اللي فيها الخضوريه. روح هي ملي قربت الكاميرا كتبان لكم قريبه، ولكن ملي كان بعيدها هذا هو الواقع. صافي المهم دايره بحال داك التربيه الصغيره اللي يلاه كتمشى دادوش دادوش كنمشي في البلاصه في الاثر ديال الكسيبه. اما بنادم راه داير طريقه وانا ما عرفتهاش ماشي مشكل. رحله زوينه كنضحك بوحدي هنايا. يكون طلع شي واحد عليا من الجبل غيقول ما عرفت شكون هي ديك الحمقى تما كتمشي كتهضر بينها وبين راسها، خصوصا الا كان راجل كبير او امراه كبيره. في نظرهم اي واحد كيهضر مع راسو راه هبيل، وهذا هو الاعتقاد السائد وهذا هو الاعتقاد الصحيح. حيت لا يعقل باش غادي يكون شي واحد بعقله ممكن يهضر مع راسو الا كان عنده انفصام في الشخصيه ولا عنده المس كيهضر مع الجواد. الجو زوين، الشتا طحت شويه يعني حيت الارض مسكينه راها عطشانه. الشتا ما كاينش الغيس. زيدوا معايا يربطوا حزام الامان، لبسوا الصباط اللي يكون فيه هذوك اللعيبات اللي كيديروا الناس ديال تسلق الجبال، لانكم راه سهل انك تزلقوا والمصير كتعرفوه. روح توصلوا حتى لديك الشعبه. بصيص امل. خصني دابا انا نخرج لهاد السكان هادو وبالضبط نوصل هنا. صافي ماشي مشكل. دابا غندرم ديريكت يستعدوا. انا غادا ماشي مشكل اصلا، حتى هما اللي شافني راه عارفني ما عندي عقل. حتى في العائله كيقولوا لي غير حمقى ومحلقين عليها شويه حيت كيقولوها بالامازيغيه، كيقولوا لي تحيوط ماشي مشكل.
هي خساره ما عنديش الوراق. لا صافي، ملي بانوا لي الديور غنصاوب انا الطريق الراسي. ودي دعوه للمسؤولين اللي ديال المناطق الجبليه يهتموا شويه بهم، خرجوهم شي شويه من القوقعه اللي هما محطوطين فيها، خرجوهم من الوجود. لان الا مشى بنادم، لان ها نتوما كتشوفوا هنا، هنا هذه عائله وهذه عائله وهذه عائله، ومن مورا هذا الجبل هذا كاينه عائله، ومن مورا الجبل الاخر كاينه عائله. يعني في المنطقه ككل ولاو غير شي 5 ديال العائلات اولا 6 لا اكثر هما اللي كاينين. علاش؟ حيت بنادم ما كيلقاش داكشي اللي بغا في بلادو، ابسط الاشياء الطريق ما وصلش عنده، مرضلو غير المريض باش يوصلو كيتكرفس. ولكن حاليا الحمد لله صاوب لهم بصح الطريق اللي قلت لكم، الطريق ديال الطوموبيل صاوبوها لهم، بعدا على الاقل يبقاو هاد 6 ثابتين في بلاصتهم ما يتحركوش. ري شحال ديال المسافه وشافوني الكلاب، عندهم دقه النظر، حاسين بالبراني. راه ماشي براني انا، راه انا ديالكم، راه غير ما عشتش هنا وصافي. كيفاش غندير؟ غنمشي عند هادوك ولا نرجع عند هادو؟ كان من الاحسن كون درت لايف تعطيوني الاراء ديالكم وتعاونوني ناخذ براي الاغلبيه. وقيلا غنمشي ندردب من هنا تن 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 طيح عند هادوك، ومن موراهم ما نطيح ليه، ولكن واش يشوفوني صحاب هذيك الدار باش يطاكيو عليا كلابهم او لا، الله اعلم. المهم المسامحه، الا ما بنت ليكمش عرفوا راه صافي راني وليت وكل شهيه الكلاب. غادي تلقاو الخبر ديالي في شوف تيفي. مواطنه مغربيه تتعرض لهجوم من طرف الكلاب، ولم يبقى منها الا اصبع رجلها ولا شي حاجه. مهم شي حاجه غادي تكون مميزه فيا، عقلوا عليها باش الا بانوا لكم تعرفوا بلي راه انا هذيك تعاونوهم. يلا المهم غادي نوقف معكم، نوقف هنايا حتى نشوف فين غادي نشوف شنو كاين، نقرب لجهه الكلاب، لان ممكن انني نضربهم بالتليفون، ممكن كلشي ممكن، راه كنعرفوهم. المهم يقربونا كنعيط بدوك السميات باش يقولوا الكلاب هذه راه من العائله. يلا فاصل ونواصل. انا عاودت رجعت لكم، راني مازال في نفس المنطقه، ولكن لقيت ما غاديش ننزل من هنا، غادي نمشي نهبط لهاد الشعبه هادي ونمشي تحت من الدار، ما نطيحش عندها. ولكن اللي صارني وعاودت رجعت لكم هي بغيت نوريكم هاد النبته هادي. هاد النبته سميتها زعترة، هي النبته ديال الزعترة كلشي كيعرفها، وهاد المنطقه هذه غنيه بها هي، وبالزعتر ما عرفتش الحلحال، هادو يعني راه موجودين هنايا بكثره. ومهم بالنسبه للناس كل واحد فين كيستعملهم. هذه بعدا مخيره للمعده، بنادم هكا ملي كياكل شي حاجه وكضرو، ماشي ما كنهضروش على القرحه ولا على شي حاجه، هي البنادم ملي كياكل شي حاجه ولا كيضربو البرد المعده ولا بحال هكا، كتطبخ وكتشرب غزاله. وكنديروها عاوتاني في القهوه المعطره، كاين اللي كيديرها مع الحليب، ها هي كاين اللي كيطبخها مع الحليب، هي الريحه ديالها واعره، وكنديروها عاود مع الملوي. غير حيت دابا ما كاينش هاد العام، ما طاحتش الشتا بزاف،
يعني كلها ماشي خضره. هما دوك ملي هاد الشتا اللي جات مؤخرا النتيجه ديالها ان خرجات، هي بدات كتخرج، بدات كتخضر من الميزه ديال هاد المنطقه. بعدا بنادم كيشم واحد الريحه زوينه والجو معقم، ما كاين لا تلوث لا حتى شي حاجه. ايوا يعني يا المشاهدين كنجيب لكم ادق التفاصيل. ما عرفتش علاش انا كناخذ راحتي نمشي بالصنداله، صنداله د الميكا كناخذ بها راحتي. لي بوط راه حيدتو رميتو في الصاك، ما كنحسش. يمكن كنعاون بالصبعان كنشد بيهم. الصباط ما كيبقاش عندي ديك، كيولي الصباط هو اللي محكم فيا ماشي انا اللي محكمه فيه. اللهم الا طرت الصنداله نشد انا برجلي نيشان في الارض. يلا باي باي ثانيه، حسبوا معايا شحال من باي باي قلت لكم. واخيرا قدرت نهبط من داك الجبل. هبط بدات كتتضح لي شويه الطريق. ها هو هذوك اللي كانوا كيبانوا لي عندهم الكلاب راهم يعني نورمالمون كون جيت في الطوموبيل غادي تدورني الطريق، غندور من داك الجبل، من هاد الجبل كامل غنجيب عليه الدوره حتى غادي نطيح هنا، حتى غادي نطيح عند هاد الدار هادي. الكلب جاي. ايوا دابا خصني نشوف منين غادي خرجنا غدا وكندرم وصافي حتى كنبقى الطريق نتزاقل معاه نلقى باش غادي نخرج نقطع للجهه الاخرى لداك الجبل الكبير. انا صافي تما غادي نوصل الطريق اللي هي معروفه وهي الطريق ديال لا بيس ديال الطوموبيل. حتى هذه بيس لقيتها ديال الطوموبيل كتدخل من جهه اخرى، ولكن الا تبعتها غنولي طالعه الفوق، يعني خصني نخرج منها باش نختصر الطريق. ايوا هذا مكان بقاو هكا حتى اللي غادي نوصل ان شاء الله لتما. اكيد غادي ملي غنسلك عاوتاني من هاد الشعاب هادو نشوف كيفاش غندير. ميمكنش نبقى تبع هاد الخط، اذا كيخصني نبقى هابطه. ما عرفتش واش من هنا ولا نزيد شويه حتى لهيه باش نهبط مع هاد الشعبه هادي اللي هنايا لتحت مزيان. ولكن اللي ما صورت ليكمش حيت شويه ما كنرضاش ما صورت ليكمش قبيله ما فهداك الجبل. ما دزت في واحد البلاصه فيها شويه الربيع فتقولي رجلي بدات كتزلق لي في الصنداله وحيدتها وجيت بالحفه. هنايا هي هذيك العشبه اللي قلت لكم هي خضره هنا شويه. وداك الكليب اللي شفتو جاي يدير الاستقبال ما عرفت فين هو، واش هدا الله رجع ولا راه غادي نلقى مخزون لي فشي قنت. ايوا المهم الخبر في راسكم، قلت لكم شنو كاين. الا ما عاودتش بنت مره اخرى نديروا عليا الروشيرش في جبال الاطلس المتوسط، وبالضبط في إفري ومان قبيلة دلاوين التابعة جماعيا لجماعة سيدي المخفي، وإقليميا إقليمي فران. وراه ما خليت ليكمش دخلوا فين غادي تقولوا لي حكا ما عرفناش فين نقلبوا عليك ولا حكا لا. ودابا نصور لكم هذه في اليومان بالضبط اللي هو جات عليها التسميه هذه، وغادي نقول لكم بعدا علاش تسمات هذه التسميه. كان جبل داز فيه واد بات، كاينه اساطير. المهم الاساطير لا تؤخذ بالجد، الله اعلم. الاساطير كتقول، ولكن التاريخ ما كاينش اللي عارفه شنو فيه. بان الويدان نهار تقسموا باش غادي يمشيو للبحر كل واد شاد طريقو، ابو رقراق صبو ام ربيع. وهذا واد بهت جا فاش وصل لهاد المنطقه تلف، قالك على الطريق تلف، وداك الجبل تقسم على النص بحال ضربتيه بالشاقور وتقسم على النص، ودار داك الواد طريقو ما مشاش الجنب ديالو، قسم الجبل في النص.
وكيقولوا افلي ومن. افلي يعني تقطيعه بالامازيغيه، تقطيعه د الماء. افلي ومن هاد البلاصه تقطيعه د الماء، بحال شق الماء ولا باللغه العربيه ولا شي حاجه بحال هكا. وسبحان الله يعني ملي كتوصلي لجبل شي فرصه شي مره نمشي لتما نصور لكم، فعلا كيبان لك الجبل مقسوم على جوج، لدرجه ان كاينه شي بلاصه كتلقى مثلا واحد الجهه من هاد الجهه لداك الجبل خارجه، بالاتجاه المعاكس كتلقى البلاصه محفرات ما. يعني لو ان جات واحد الزحزاحه وتلاقى داك الجبل غادي ترجع ديك البلاصه بلاصتها، بحال دوك لي بيزوس ولا شي حاجه دايره بلاصتها تما. ايوا المهم الاساطير كيقولوا هكا، ولكن غالبا كتكون هذيك الزحزاحه وداك البراكين اللي كانوا من قبل هما اللي قسموا داك الجبل على النص، وجات الفرصه ديال الواد انه يكون تما. واد بات كلشي كيعرفو، وراه دايز من هنا وحتى كيتلاقى مع ويدان اخرين في مناطق اخرى. عاد كيتلاقاو جهة الخميسات، من تما كيقلب على طريقو للبحر. المهم نتوما قلبوا شوفوا فين ان جهه فاش طيح في البحر. تلهيت معكم في الهضره وما انتبهتش للطريق وانا غادا في الطريق الصحيح. يعني كنت غادا دابا ها نتوما كنشوف بانها هو الطريق اللي انا حجتي به. ها هي ديك كتبان، هذه هي الطريق اللي انا حجتي بها، وانا غادا يعني في المسار الصحيح، ما عنديش ما خطأتش. ربما كون بقيت كنهضر من قبيله ما غادي نزلق، ما غتحيد لي الصنداله، ما غتكون الامور ناضيه، ولكن لا نعاود منين جيت من مورا داك الجبل الاخر، من تما جيت. وها فين غادي نوصل هنا خلاص اتضحت الرؤيه اكثر، فين واخا اكثر هي الطريق، ولكن كاين واحد الشعبانه واش كاين منها المسلك ولا لا. المهم انا غنتبع غير هاد الخويط حتى لفين ما بغى يوصلني. هذا هو برنامج امود بصيغه جديده. هانتو هذه طريق ديال الحلوف، راه كيكونوا الحلال فينا، ولكن نتمنوا يكونوا ناعسين. المهم هي طريق البقرة عند لي بعدا. لا المهم كاينه طريق هنا غير فين واش تقطعني للجهه الاخرى اولا تخليني هنا ما نعرف. انا غنتبعها، ما غاديش يكون عندي بزاف ديال الدوره، غادي نتبعها نشوف. شوفوا واحد الكرمه مسكينه. المهم اخيرا وصلت للطريق صافي. دابا يعني ما بقاش عندي شي مشكل. بغيت نوريكم مفلوه من اللي قلت لكم تسمات عليه هذه المنطقه. هو هذا كتشوفوا هذاك الجبل الكبير مقسوم منه هذاك المرسل اللي كيبان احمر. هذه هي علاش كيقولوا لك لا راه قسمها الواد، ولو انه كيبان احمر كيبان بان راه كانت ما شي بركان هو اللي قسم الواد. ولكن كتبقى الاساطير كما قلت لكم لا تؤخذ بعين الاعتبار كشي حاجه حقيقيه. المهم جيت الاتجاه ديال المعاكس لذاك الجبل الصغير كتلقى حفره. يعني لو جيتي مثلا كانت شي حاجه بسيطه كتجي تدفعها تولي تشد بلاصتها. هذا كيبان بانها فعلا منشقه من داك الجبل، يعني ماشي كل جبل من بوحدو. انا هكا انا دابا غادا في مأمن، يعني عارفه اصلا كلشي، يعني الامان الحمد لله كاين هنايا. شوف فين كنت مورا هاد الجبل هذا، وغادا نولي ندور عاوتاني بهاد الجبل هذا في السفح ديالو. تما كاينه الدار ديال جدي. دابا الامور ما بقاش فيها فين غادي نتلافوا. ها نتوما كما قلت لكم قبيله راه ولاو صابوا الطريق، ولو انها يعني على قد الحال،
ولكن على الاقل كتوصل بعدا. دابا الناس كيقدروا يديو المرضى ديالهم، كيقدروا يمشيو للسوق ديالهم بالطوموبيل حتى للدار. اما من بعد هاد المسافه اللي قطعت ما هي الا ربع المسافه اللي كانوا هما كيقطعوها باش يوصلوا للطريق اللي غادي يلقاو فيها الطوموبيلات. يعني كيمشيو بالبهايم ديالهم حتى لتما كيربطوهم، عاد كيمشيو يتسوقوا، حيت نازل هنا كيتسوقوا ازرو وكيتسوقوا سيدي عدي. شتي الدار اللي كنت كنوريكم قبيله من راس الجبل، ها هي دابا، هي من الواد لهيه، هي قريبه. واحد الدار كنت قلت لكم راه ما كتبانش، كاينه مورا داك الجبل، ها هي دابا كتبان لي، ها هي هنا. دابا الحمد لله الناس كيجيبوا خضيره ديالهم حتى للدار، كيجيبوا المصالح ديالهم كامله. عندهم المريض يديوه، عندهم المراه نافسه بغا تولد يديوها، ملي تكون نافسه راجعه من السبيطار كيجيبوها حتى للدار. حتى لومبيلونس ولات كتدخل عندهم هنايا. الطاقه هنايا ولاو عطوهم الطاقه الشمسيه للناس اللي ديول هنا. يعني الحمد لله بدا كتفك هاد المنطقه شويه على العزله، وهي بصراحه ما فيها ما يتخلى عليها بنادم. ها انتم، هي منطقه فلاحيه، والمشكل اللي كيكون عندهم هو ان راه عندهم الواد. ولكن في هاد السنوات الاخيره اللي بدا كتجي سنوات الجفاف متابعه، هاد الواد هذا ولا كينشف. هاد الواد اللي قلت لكم، واد السبو، اللي هو سبب شق في اليمن سبب شق داك الجبل. حنا قربنا، يلا المهم نوقفوا واحد شويه حتى نبداو نطلعوا على دار جدي. عاد نقول لكم ان كاينه مورا هذيك جوج كديات هادو اللي من هنا. يعني ما بقيتش نطلع الجبال، غادي نبقى غير نبقى هابطه المستوى. انا قربت، راه كملت بالجرة والله الا كملت بالجرة. عاوتاني غنطلعوا على عالم اخر، على طبيعه اخرى. دابا بحليموله هو هذا، شاد من هذاك الجبل، هو جبل واحد وغادي ستار. انا وقيله ما تهضرش فيها السكر، ما فيهاش، نعرف هادي هنا فيها السكر، ما فيهاش وقيله، خاف غير من الكلاب. غندرم، وهي الدار اللي انا باغا كيبان لي غير الشاطو ديالهم. ماشي هاد الدار، هادي الدار الاخرى راه ديري. اول حاجه بانت لي هو داك الكلب البيض، حيت الطوموبيل كتمشي من هنا حتى لديك الخضوريه بزاف. مع ديك السدره كاينه الطريق ها تحت ديك الشجره، عاد كتجيب الدوره من التحت. لكن انا شوف الطريق فين كاينه، انا مضروبه على تماره. غنمشي بحال غدا لهاد الدار هادي. عقلي ما كاينش ماليها، ما ساكن فيها حد دابا، كيجيو فيها غير من صيف لصيف باش كيحصدوا الارض ديالهم، كيجيبوا الكتيبات راه فيها صافي، من تما كيغبروا. يعني الدار كيعيشوا فيها الناس بشكل موسمي. ها هي الدار ديال قبيله، ها واقف لا في اليمن من اتجاه اخر. انا كنطلع على الدار، كنطلع عليها نمشي وصلها. هاد الجبل مازال. دابا المشكل عندهم الكلاب صعابين بواحد الشكل رهيب. كما ها هي الدار وصلت ليها، هادي ما فيهاش مولاها. هاديك الدار هادي من هاد الجهه حتى هي خلوها موليها على حساب اللي ما كانتش الامكانيه الوصول لهنا. هادوك جوج ديور، كاينه وحده ها هي صغيره كتبان تخلى عليها مولاها. يعني بقات هاديك الدار هي اللي فيها ماليها، وهادي وهاديك اللي ليه. شتي التباعد كيفاش داير. دابا خصني ندير
نطلق صفارات الانذار باش يتعرضوا ليا. نهبط من هنا ونوصل ليه، غنبقى نعيط من هنا. اسماعيل مقدرش نزيد للدار، منقدرش نزيد للدار. نمشي فيها هذيك الزعامة ما قضيش مع الكلاب. هنا كيتسالاو لي، هنا كيتحدوني. ما كيعرفش يهضر بلغتي باش نوصل له الفكره بانني راه من العائله، ولا هذا ما كيتفاهمش. حياه راه باقا مسافه بيني وبين الدار، ولكن خصني ندير الاحتياط حيت هما تبارك الله كيجريو. بشرى بشرى، والله الا الناس دايرين الفرن ميكين عليا. دعيو معايا، يلا رافقتكم السلامه، هذا التالي ديالي. ايوا نتمنى انكم تكونوا فوجتوا معنا شويه في هذه الطبيعه هذه، ودخلتوا الادغال الاطلس من ابوابها الشاسعه وعبر النوفاء البوابه الالكترونيه. اولادي حياتي، السلامه بالعاني، انت اللي ما خليتيهمش يجيو عندي. الله لا الزين نيريك تنخسر الدوسي.